السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هاخدكم في رحله توثيق يوم كامل. مش معنى النهارده يعني هو النهارده يوم عادي، لكن في مؤتمر دولي بيحصل في الجامعه، ودي حاجه مش بتحصل كل يوم يعني. فحبيت اوثقها معاكم من اول الاوتفيت لحد نهايه اليوم ان شاء الله. نبدا بالاوتفيت وهي اصعب حاجه بالنسبه لي. ان شاء الله هنلبس البليزر ده. محتار بقى البس معاه ايه. هل القميص الاسود ولا القميص الابيض؟ تمام، لسه هشوف، لكن هاخد الابيض لسبب، وهو سبب فيزيائي، ان الشمس بس بتمتص الاسود والدنيا حر. فلو بالليل هلبس ده، لو بالنهار هلبس ده. تمام، اسود ده بس. واخيرا النهارده ان شاء الله. الحمد لله احنا كده وصلنا يعتبر المؤتمر في الميعاد المظبوط يعني. وتعال نشوف بقى اراء زمايلنا اللي هيدخلوا المؤتمر واللي داخل المؤتمر. بنعمل كام كده انترفيو صغير مع الدكاتره المشرفين. تمام. جمهورية مصر العربية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. And every time the low back is too late. And so we create a chronic situation where every time the back was too late to react. Now, I think the biggest discussion about this topic is the question, can we teach our patients this feed-forward mechanism? Can we بس ادينا ماشيين قبل ما نبدا المؤتمر بحاجه بسيطه. تعال نشوف دكتور احمد مكي. النهارده اول مشاركه ليك في المؤتمر، فايه انطباعك عن اول مشاركه؟ لغايه دلوقتي احنا ما دخلناش، بس لغايه دلوقتي الامور لطيفه خالص والدنيا يعني حلوه. يا دكتور يوسف، اهم منظمين المؤتمر النهارده يجهز نبذه سريعه عن اليوم. نبذه اديله نبذه سريعه اخد دي نبذه سريعه. خد المؤتمر مؤتمر دولي طبعا بحضور جامعه بلجيكا وجامعه لندن. يا ابني كمل ده عادي، هو هيشيل ده كله في المونتاج. بحضور جامعه بلجيكا وجامعه لندن. انا قررت انا قررتها. انا هتصرف. بص على الكاميرا. المؤتمر النهارده بحضور السيد وسيم السيسي عالم المصريات الشهير، والساده رؤساء الجامعات، جامعه الاقصر، جامعه الجنوب البلدي، جامعه ايه تاني يا فرنسا؟ اسوان. جامعه اسوان. وفي طبعا بحضور السيد نيكولاس مندوب من جامعه بلجيكا. المؤتمر النهارده باذن الله هيكون مؤتمر دولي. كتاب على فكره. حصل. مؤتمر دولي طبعا بحضور ناس كبيره. بس احنا بنشوف الناس اللي واقفه من اعضاء المؤتمر. دكتور مريم، عطلناك عن القراءه بس. مش مشكله. النهارده بس اول مشاركه ليكي في المؤتمر، ايه رايك في انطباع؟ يعني احكي لنا يومك بسرعه كده. هي الموضوع كان لطيف يعني. ان انت بتشوف ان الدكاتره بتتناقش كده مع الطلبه، وان انت مثلا ممكن السنه الجايه تبقى مكانهم، فبتستفيد مثلا سكيلز وكده. وتعرف مثلا ايه الحاجات اللي هم الدكاتره بتعلق عليها. يعني مثلا كان ناس وقفوهم الدكاتره علشان يعني هم حسوا ان هم بيتكلموا انجليش كتير وكده، وان هم ممكن يعبروا اكتر بالعربي. فانا مثلا برضو كنت فاكره زيهم ان هو لو احنا اتكلمنا بالعربي كده احنا هنتماينس، فلا طلع عادي. مثلا ان احنا المفروض نضيف صور اكتر، يعني عشان نبقى انه الشخص ده عارف يتخيل الوضع عامل ازاي، مش كله كلام نص كده بس. تاني حاجه مثلا من العيوب التنظيم بصراحه ما كانش احلى حاجه. يعني احنا كل شويه كنا بنطلع من قاعه ونروح لقاعه علشان احنا مش عارفين المؤتمر هيكون فين، خصوصا انه في كذا مؤتمر في نفس اليوم وفي نفس المبنى. بالظبط. ومفيش حد عارف انهي مؤتمر هيكون فين. يعني مثلا المؤتمر الدولي هنا ولا المؤتمر الدولي فوق ولا المؤتمر الطلابي هو اللي هنا كده. تاني حاجه هم كانوا قايلين لنا على بريك، يعني كنت مستحمله كل الوقت ده علشان الاكل. بس لقيت المقبلات. فين المنين يا جماعه؟ فين الوجبه الرئيسيه؟
يلا هتتعود ان شاء الله. ان شاء الله تعود السنه الجايه. ليا وجبه على الجامعه يعني. ليكي وجبه. اوكي تمام شكرا. طبعا بالنسبه للمؤتمر فدي حاجه مشرفه جدا 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 بالنسبه للكليه. بصراحه مؤتمر على الاجواء اللي انا شايفها بالمبنى الجديد، يعني حاجه انا شايف انه ميرت صراحه فيه تقدم جدا جدا جدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.